كوكو بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما الصحة والعافية. معكم لطيفة من قناة بيوتي باي لطيفة، فيديو جديدة في القناة وبمنتوج جديد إن شاء الله بإذن الله. اليوم غنشارك معكم هاد البرودوي هذا الغني عن التعريف. كنظن 50% كيكون في أي منزل مغربية. هو كيتستعمل للحريق، ملي كتحرقي غزال بزاف، زائد ملي كتحرق لك الجلدة ديالك بسبب الماء السخون ولا بسبب الطياب. كما قلت لكم بسبب ملي كتحرق لينا الجلده ديالنا بسبب الماء السخون في الدوش، ولا بسبب الفوار، فوار في الكوزينه، ولا بسبب الشمس. المهم كيكون عده اسباب للحريق. فإن فوا كتحرقي ولا كتحرق لك ديك البلاصه كتستعمليه، كيكون هو ديجا عندك في الثلاجه، كتهزيه كتستعمليه فراه دقه بطه. ولكن اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس ان هاد بيافين غزال بزاف للتطيب، زائد انه غزال بزاف كذلك للتبييض، تبييض المناطق الحساسه. وبالنسبه لبزاف التعاليق كنت حطيت لكم ضيجه وصفات او كريمات لتبييض المناطق الحساسه بحال تحت الابطين، الركب، الكوعين، العنق. كما قلت لكم فراه كيقولوا لي في التعاليق بغينا شي برودوي اللي ما يكونش فيه الكورتيزون، او واش هذا البرودوي هذا فيه الكورتيزون، لانهم كيخافوا من الكورتيزون بزاف يتسبب لهم شي تهيج في البشره ديالهم، خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه او مختلطه. فراه كيخافوا بزاف من هاد القضيه هذه. فراه هاد بيافين هذه اش غادي نقول لكم دقه بطله، ما فيش الكورتيزون نهائيا. غزال بزاف، يعني ما تخافوا منه والو. فراه كما كتعرفوا يعني الحريق اللي هو اخطر درجه يمكن تصيب الانسان، فراه كتستعمليه ليه وكيبري لك الجلده ديالك، الجلده ديال الجسم ديالك. فما بالك فهمتوا يعني في الحريق اللي هو اخطر درجات، اخطر درجات اللي غادي تصيب البشره او غتصيب الجلده ديالك وكيبريه. ف ف فما بالك مناطق حساسه مثل تحت الابطين، عندك العنق كذلك. بالنسبه للناس اللي ديجا هضرت لكم عليهم، بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع ديال السكر في الدم، اللي كيكون عنده ارتفاع ديال السكر في الدم فراه كيكون عنده العنق اسود. كيكون عنده العنق ديالو اسود، يعني عادي جدا. اون فوا كتشوفوا شي وحده او شي واحد عنده العنق ديالو كحل، فراه ماشي من عامل النظافه او ماشي من عامل انه موسخ ولا شي حاجه، لا، كيكون ابار النظافه. هاد النقطه ما نهضروش عليها نهائيا وما نناقشوهاش، نقشوش بعضياتنا فيها. ولكن بعامل ديال ارتفاع نسبة الدم، نسبة السكر في الدم، حتى هو كيسبب في سويداد في بعض المناطق عندنا في الجسم ديالنا مثل العنق كذلك. كذلك بالنسبة للناس اللي غيقولوا لك ما بعض اللحظات كذلك بعض البرودوي كيخافوا، كيقولوا لي واش يمكن اننا نستعملوه تحت الابطين ياك ما غيديروا لنا شي ولسيس ولا شي حاجه. فلا نهائيا. فقط امتى غادي تصابي بالولسيس؟ انك تهزي ديري داك البرودوي مثلا كسبيل المثال تحت الابطين، ديريه تحت الابط ديالك اليوم، تنعسي. كما قلت لكم الغلط اللي كيديروا بزاف الاخوات معانا انهم كيغسلوا هذيك المنطقه وكيستعملوا داك البرودوي داك النهار الاولاني، النهار الثاني كيفيقوا المنطقه ما كتغسلش تحت الابطين او عامه ما كتغسلش وما كتنشفش، وكيخلوه كيهزوا ثاني داك البرودوي وكيديروه، يعني كديري برودوي فوق برودوي، يعني كتزيدي طين بيلا خلوها مصريين. يعني هنا كتكفسي القضيه وكتسدي هادوك المسامات اللي كيكونوا عندنا تحت الابطين او في اي بلاصه بصفه عامه، كتسديها وبسبب هكا كتسبي في انه يخرجوا لك الولسيسات. هذا جواب بالنسبه للبنات اللي قالوا لي راه كيخرجوا لينا وسوسيسات بسبب واش هذا غيخرج لنا ولسيس وكيخافوا. فراه الا كنتي كتنظفي المنطقه مزيان باي صابون او غسول، زائد كديري البرودوي عادي، الغد اليوم ملي كتفيقي كتغسلي وكديري الصابون وكتنشفي، عاد كديري عاوتاني البرودوي. كما قلت لك اختي، كديري البرودوي قبل ما ديري البرودوي كتغسلي مزيان، كتنشفي
وكديري داك البرودوي غدليه في الصباح ملي كتفيقي كتغسلي وكديري وكتنشفي وكديري البرودوي. هاد المراحل كتستعمليهم كل نهار، غسيل تنشاف عاد كتابليكي البرودوي في المنطقه. وهادشي كامل كنديروه باش ما يخرجش لينا شي عجب تحت البيطان ديالنا وفي اي منطقه عندنا، باش ما يخرجش لينا شي عجب شي ولسي شي حاجه اللي غادي خصنا نداويوها عاوتاني ونصدقوا في ما هي وما لونوها. فدائما النظافه غزاله بزاف، النظافه كما كنقول لكم غزاله بزاف. قبل ما ديري سميتو نظفي ومسحي وديري البرودوي باش تحصلي على النتيجه اللي انت بغيتيها، وباش تبيض لك يبيضوا لك تحت الابطان العنق الركاب. المهم في اي منطقه خصك تتبعي هاد المراحل اللي قلت لك. متفقين؟ فخاصنا ضروري نتفقوا انا وياك في هاد النقطه باش نرجعوا ندوزو لنقاط وحدين اخرين. فالله يعطيك الخير، ما تنسيش انك ديري هاد المراحل اللي ذكرت لك باش انك تحصلي على النتيجه اللي بغيتي وما يخرج فيك حتى شي عجب ولا حتى شي مرض واحد اخر ولا حتى شي ولسيش ولا حتى شي حكه ولا شي حاجه. دائما النظافه ثم النظافه، ومن الافضل تغسلي يا بصابونه الطوس يا بصابونه الحجره يا باي غسول كتغسلي به وجهك، اي غسول استعمليه. متفقين؟ كما قلت لكم هذا البرودوي كيبيض كيوحد اللون وكيعطي عرفتي راه ديك الزروقيه اللي كتكون عندنا تحت الابطين ولا كتكون عندنا في العنق. كما ديجا ذكرت لك انه بسبب ضغط ديال السكر في الدم، فراه كتمشي بحال الا كنتي كتكذبي. ولكن دائما المداومه ثم المداومه ثم المداومه. كندوموا على الحاجه، ماشي تستعملها المره الاولى المره الثانيه تجي تقولي لي لا ما عطاتنيش نتيجه. سمحي لي، ماشي تستعمليها وما تستعمليهاش بالطريقه الصحيحه اللي ذكرت لك. سمحي لي، كتستعمليها بالطريقه الصحيحه اللي ديجا ذكرت لك زائد المداومه. كنهضروا على واحد 15 يوم وانت كتستعمليها يوميا غتلقاي النتيجه اللي انت غادي تبهرك. اتفقنا؟ زائد الا بغيتي تلقاي واحد النتيجه اللي هي غزاله اكثر من هذا سميتو، زيدي ليه قطرات ديال زيت الحامض يكون مركز او قطرات ديال زيت الورد. كما كتعرفوا ان زيت الحامض كيبيض حتى هو وكيوحد اللون، وحتى زيت الورد. فنتمنى ان يكون النصائح اللي عطيتكم اليوم مفيدين لكم وينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تخرج عليا بالبارطاج، المشاركه مع الاصدقاء والاحباب، زائد كومونتير زوين بحالكم، زائد لايك زوين بحالكم. ما تنسوش تعطوني التساؤلات ديالكم في لي كومونتير لتحت. نهاركم مبروك.